بعد وفاة مغني الراب التونسي الشهير كافون اليوم 10 من ماي، في خبر هز مواقع التواصل الاجتماعي وقلوب التونسيين، خرجت الممثلة التونسية منى العمارة وكتبت منشور لها على صفحتها الرسمية مؤثر جدا، تتحدث فيه على لقائها الأخير بالفقيد، وقالت فيها: عمري لا كنت نتصور انه هذه اخر مرة باه نشوفك فيها، ربي يرحمك يا باهي، جيتني بالكرهبة تحت البيرو، وريتك كليب الغناية الجديدة اللي خدمتها لي انتي، وقلت لي ابدعت يا منولة، هكا تصورتها وقعدنا نحلمو زوز بالبوز اللي باش يصير، ونصحتني كما العادة وحكينا على عشرتنا وعلى مشاريعنا، قلت لك اجي نعملوا تصويرة في الكرهبة باش نتذكروا بها رواحنا قداش ضحكنا في القعيدة هذه، مانيش مصدقة، هذا حكم ربي. تقعد ديما كافون الباهي اللي الناس الكل تحبك، تقعد ديما الفنان اللي الناس الكل تحبه، ربي يرحمك. كان هذا ما كتبته الممثلة التونسية منى العمارة على وفاة الممثل كافون. إذا الممثل كافون رحل اليوم 10 من ماي سنة 25 و2000 بعد صراع مع مرض نادر، وهز رحيله مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة قلوب التونسيين ومتابعيه في كل مكان، رحمه الله.